بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، وجلسة موفقة على الجميع إن شاء الله. احنا بنتكلم النهاردة جلسة يوم الأحد 4/5/2025. طيب نرجع لورا بس كده جلستين. احنا كنا يوم 29، لو كان يوم التلات اتفقنا على سيناريو إن السوق هيمشي عرضي يهدي المؤشرات الفنية اللي وصل بعضها للتشبع الشرائي، وبعدين ياخد باور تاني ويكمل صعود. واتفقنا ان يوم الحد اللي هو النهاردة ان شاء الله ممكن يتأجل يوم عشان الأجازات، يعني يبقى بكرة في انعكاس. عامة الانعكاس برضو باختصار شديد هو تغير في السلوك. مش شرط يبقى إيجابي، مش شرط يبقى سلبي، ممكن يبقى عرضي. المهم إن في حاجة ما بتحصل تغير في السلوك، ما بنقدرش نحددها، بنجتهد فيها ولكن ما بنقدرش نحدد طبيعتها غير يومها تقريبا في حدود الساعة 12:30 في بعض الشروط. طيب احنا كنا اتفقنا ان السوق هيمشي عرضي يومين وبعدين يكمل صعود من فضل الله وحده، الحمد لله رب العالمين. السوق سمع الكلام ومشي عرضي يومين، وللمرة الأولى في تاريخ السوق المصري يقفل إقفال أسبوعي كويس فوق 32,000. وإحنا كنا اتكلمنا في أكتر من لقاء على أهمية مستوى 32,000. على أي الأحوال عندنا الدعم بتاعنا عند 32,050 لغاية 32، أو المقاومة اللي هي رأس الشمعة اللي اتكونت يوم 29/4، وقلنا إن هي شمعة سلبية تنتفي لو تخطيت أعلاها عند مستويات 32,218. بعديها الدنيا مفتوحة كلاسيك لغاية مستوى 34,000. احنا بس هنحط شوية مناطق كده زمنية عند 32,263، وبعدين 32,400، وتحديدا عند 32,414، ودي اللي تهمني زمنيا عشان أكمل مستهدف الموجة اللي احنا متفقين عليها يمكن من أول شهر 4. قلنا إن احنا أو اتفقنا إن احنا مستهدف الموجة دي في حدود 33,150، وبعديها نبقى نشوف بقى الدنيا هتمشي بينا ازاي. طيب النهاردة زي ما احنا قلنا في انعكاس زمني. الاتجاه اللي قبليه السوق كان ماشي عرضي لمدة جلستين. يعني نقدر نقول ان هو يا النهاردة يا بكرة ان شاء الله ممكن نستكمل الصعود لفوق ان شاء الله، باحتمال كبير ان شاء الله. طيب انا برضو يعني ايه الاستراتيجية هي من زمان أوي هي شراء الانخفاضات. همشي برضو على النهاردة الناس اللي بيعملوا تريدات زي حالاتي يعني. كويس. هنمشي عكس السوق، فتح عادي هدخل اديله جزء بتاع التريدة ان احنا متفقين ان هو من 25 ل50%. فتح هادي هدخل اشتري. انا اغلب ظني ان احنا هنقسم الجلسة ل3 مراحل. أول مرحلة السوق هيفتح عالي جدا بدون أحجام تداول وطالع بيجري، وبعدين هدوء. الهدوء ده المفروض إن أنا أشتري عليه، لأن آخر الجلسة بإذن الله هنطلع طلعة تانية بإذن الله. هنتكلم على 5 أسهم. يعني بناء في منهم جزء بناء على الأسئلة، وجزء أنا يعني شايفه بعيني يعني. آه، طيب نبتدي إيه؟ نبتدي بطلعت مصطفى. هما القلعة وجهينة وطلعت مصطفى وعتاقة وكيمة. طيب خلينا إيه نبتدي بكيمة. كيمة شرى انخفاضات عندها دعم 8.36 8.30، مقاومتها 8.5 8.60. الحركة اللي عملتها في المزاد دي حركة ظريفة، لكن هي هيبارة المؤشرات الفنية، فيعني إيه ممكن تتحرك ببطء، وهو بطبيعته هو سهم بطيء يعني. ما انكرش يعني. القلعة 10 انخفاضات انعكاسها يوم 8/5. دعامها 2.80 و2.77، مقاومتها 2.92 ثم 2.95. صحيح احنا دخلنا فيها تريدة من عند 2.93 2.94، وكان ليها مستهدف 3 جنيه و4 قروش، وجابت أقل منه ب1%،
جت عند التلاتة وريحت، ولكن ما زالت في مرحلة شراء الانخفاضات إن شاء الله. انعكاسها زي ما قلت هيبقى يوم 8/5. جهينة متاجرة انعكاسها يوم 6/5 اللي هو بعد بكرة. دعومها 31/39، وبعدين 31 وربع، مقاومة 31/70، وبعدين 32/7. مستنيين برايس أكشن يعني فيها إن شاء الله. طلعت مصطفى شراء، يعني كل دول يعني ما بين متاجرة وما بين شراء انخفاضات. طلعت مصطفى شراء انعكاسه يوم 5/5 اللي هو بكرة. دعومه 50/83، مقاومته 52/55. عتاقة شكلها أنا شخصيا يعني، لا أنا يعني عتاقة ورقتي من أيام ما كانت في ال5 جنيه، واتكلمنا عليها كتير، وكان ليها مستهدف 10 جنيه وجابته كويس. وحاليا هي في مرحلة متاجرة، يعني الاستراتيجية اللي أقدر أحطها فيها إن هي متاجرة. أنا بصورة شخصية لا مش عجباني أوي يعني. ما أقدرش أقول خروج، ولكن هي متاجرة. انعكاسها يوم 7/5، دعمها 9/17، وده منطقة الستوب لوس فيها. احنا كان الستوب لوس فيها 38 لما نزلت لغاية التسعة تقريبا 13 ورجعت منها، أو 9/20 ورجعت منها. بقت الستوب لوس فيها 9/17، مقاومتها 9/85. لو عدت من 9/85 يبقى تعدت مرحلة الخطر، وهتكمل هتبقى أول مقاومة 10. مش عايز أطول على حضراتكم أكتر من كده. دي وجهة نظري في السوق المصرية، مبنية على أسس التحليل المتعارف عليها، على سبيل الاسترشاد وليس على سبيل التوجيه ودون أدنى مسؤولية. تحياتي ودمتم سالمين. محمد جبر.